مرحبا بكم في القناة مع خبر جديد. توفي الفنان المغربي محمد الخلفي قبل قليل عن عمر ناهز 87 عام بمنزله في نواحي مدينة الدار البيضاء بعد صراع طويل مع المرض. وغادر الراحل أحد المساحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء قبل يومين بعد حوالي شهرين من مكوثه فيها بسبب تدهور حالته الصحية. وظهر الفنان الراحل في لقاءات إعلامية مؤخرا نحيل الجسم ولا يقوى على ممارسة أنشطته اليومية إلا بمساعدة ابنة شقيقته التي تعيش معه. وكشف محمد الخلفي عن جزء من معاناته الصحية قائلا إنه لم يغادر سريره منذ سنوات ولا يبرح مكانه إلا نادرا من أجل استنشاق الهواء النقي. وأضاف محمد الخلفي أنه خضع لعملية جراحية على مستوى قدمه اليسرى الأولى عقب تعرضه لحادث سير وأخرى إثر إصابته بمرض السكري. وأثرت الحالة الصحية لبطل سلسلة لالا فاطمة تعاطف المغاربة حيث دعوا المسؤولين إلى التكلف به. يشار أن محمد الخلفي ممثل مغربي من مواليد الدار البيضاء سنة 1937 سنة. شارك في أعمال متعددة من بينها دور الحاج قدور بن زيزي في سلسلة لالا فاطمة في كل أجزائها. إن لله وإنا إليه راجعون.